صباح الفل على كل أخ وكل أخت. عارفين انتم التجارب اللي احنا ساعات ملهاش أي إجابات خالص؟ مش ساعات كده تبقى قاعد في أمان الله لوحدك، فجأة تلاقي حد يرن عليك أو حد أصلا يقف جنبك وانت أصلا متعرفوش، وساعات بتشبه عليه، صح؟ طب تعمل ايه بقى لو اللي قاعد جنبك ده أصلا مطلعش في الآخر أصلا بني آدم، وانت كنت متخيل اللي قاعد جنبك ده صاحبك اللي هو من سنين انت مشوفتوش، اللي قاعد يفكرك بيه وانت اصلا مش فاكره؟ يوم ما تفتكر ما يطلعش بني ادم. اهو ده بالظبط بقى المواقف من اللي حصلت مع اصحابنا. تعالوا بقى نسمع بس نسمي الله الاول عشان اللي حصل بجد. يلا بينا، احبكم في الله، يلا بينا. أول تجربة معانا بقى يا سيدي تبدأ على الأستاذ خالد. أستاذ خالد ده من اسكندرية من كرموز. الأستاذ خالد بقى بيقول: بص يا أخويا عمدة، أنا كنت لسه خاطب جديد، عارفين انتوا بقى لسه الأحبة الجداد بقى كل شوية موبايلات اتصالات وصاروا مع بعض، كلمة حلوة كلمة جميلة. كانت الساعة 2 بالليل، أخويا اتصل بيا يا عمدة بيقول لي الحقني أنا تعبان. انا في عقلي قلت له ده وقته يعني، بس قلت ماشي طبعا مش هبيعه، فقلت له تعالى يا حبيبي في ايه مالك وبتاع. قال لي تعالى انزل المستشفى بس انا تعبان وانا اكلت اكله بره من ساعتها بطني بتقطع انا مش عارف اقعد. قلت له حاضر تعالى البس انت بس ويلا بينا. والله العظيم يا عمدة انا نزلنا لاول مره اشوف الشارع كحل كده، فقلت له طب مفيش ولا تاكس ولا في اي حاجه، ده ايه النحس ده؟ ضحك وقعدنا نضحك. قعدنا ماشيين بقى دندنة واحدة واحدة كده لحد ما وصلنا مستشفى كرموز. بس قبل المستشفى كده بقى اللي هي المشرحة القديمة، في بيت جنبها كده بيت مهدوم. البيت بقى كان قديم جدا، مفيش حد أصلا قاعد فيه، مكانش له صحاب. بصيت لقيت في ست لابسة عباية قديمة قوي، قديمة كده اللي هي بتاعت ستاتنا، ستك وستي كده. فبصيت لها، انا قلت الست معاها مشكلة بتعيط بطريقة كأنها يعني بتقول لحد يلحقني. فقلت له استنى بس تعالى نشوف الست دي مالها. يدوب بقول لها يا ست في ايه مالك، انت مش عايزة حاجة بتعيطي ليه؟ مفيش اي رد تماما غير نظرة، عارف انت واحد بترفع راسها كده بالبطيء واحدة واحدة كده. بس المرعب بقى اللي اول ما شفت وشها، عينيها بالطول، النم بتاعها حمرا جدا عامل زي لون الجمر. هي مش ملتهبة بس عينيها مخيفة بجد. مرت عليا بصوت تخين جدا، هي كلمة واحدة بس: روح لحالك احسن لك. قلت له والله العظيم اجري. قال لي في؟ قلت له يا عم والله العظيم دي مش بني ادمه، دي جنيه، اطلع اجري. انا بصيت ورايا، والله العظيم الست دي اللي قاعده عند البيت المهدوم ده اختفت. بس عاوز اقول لك طول ما احنا بنجري انا حاسس المكان بعيد، رغم ان احنا على اول الشارع وقمه الشارع كده، بس المكان بعيد بيبعد، تحس ان بجري بقالي فتره، رغم مفيش ده ما كملش 5 دقايق او كام دقيقة واوصل، لكن طول ما انت بتجري المكان بعيد جدا. بس الحمد لله اخويا عمدة وصلنا المستشفى، بس بعد عذاب وقلت له نصيحة يا ابني ما تاكلش بره تاني وتجيلي بقى تتعبلي في الوقت اللي احنا فيه ده. والله يا صديقي انا مش عارف اقول لك ايه، ربنا معاك. تعالوا بقى نسمع تاني تجربة معانا. صديقنا بقى بيقول انا قاعد يا عمدة في قرية جنب قريتنا بالظبط. النهارده بقى الجو حر، تعرف بقى اليومين دول الجو حر، بص الواحد اصلا مش طايق نفسه، البيت من جوه اصلا عبارة عن نار، مفيش حد طايق نفسه. فقلت اقعد مع اصحابي شوية.
انا على فكرة معايا عربية لانسر بس محترمة كده حلوة كده. فقعدت مع اصحابي من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 1:30 الصبح. فقلت لهم يا شباب انا هروح بقى. قال لي يا ابني في ايه، ما احنا قاعدين شوية الجو حر وبتاع البيت نار من جوه. يا عم لا معلش، انا خلاص انا عايز اروح بقى الوقت اتأخر. المشكلة بقى عند اخويا ان الشارع اللي احنا جايين فيه ده اصلا يعني انت عارف بقى طريق الارياف وكده مكسر كله والعربية ممكن اصلا تبوظ. في بقى انا عارف طريق جديد كده ومتسفلت بس مسافة بس عادي بقى، او العربية هتقضي الغرض. قلت همشي فيه وخلاص. وفعلا وانا ماشي بالعربية كده مشغل اغاني مزاجي حلو بقى عن السكة الحديد كده اللي هي القديمة، بهدي لقيت واحد راكب معايا في الكرسي اللي ورا. اقسم لك بالله بكدب عليك، ببص في حد قاعد في الكرسي اللي ورا، واحد اسمر شعره طويل كده لحد كتفه وعينيه حمرا جدا تحس كده بتطلع شرارة معرفش. بيبص عليا وانا شفته في المراية. انا يدوب بالعافية، يدوب بسم بالعافية، والله العظيم انا كنت قادر اتكلم اصلا. رجعت وشي عشان ابص تاني، والله العظيم ما لقيت حاجة، بس لقيت وش في المراية من غير جسم، شكله مخيف جدا، شعره ابيض وعينيه حمرا جدا. لما اول ما وصلت البيت قعدت احكي لاهلي، طبعا قالوا عليا عبيط وان انا بستظرف او بحكي لهم حاجات مش موجودة. لكن تاني يوم بقى المرعب اكتر واكتر اللي انا شعري ابيض. مشكلة بقى اللي انا عندي لسه 22 سنة. نفسهم لما شافوا كده صدقوا بس بالعافية، بس بعد ايه بقى الخوف بعد عني. والله يا عمده اخويا اللي حصل ده حصل بجد. انا نفسي ما اعرفش مين الاخ اللي طلع في العربية ده، ولا عارف بالظبط يعني في ايه اللي بيحصل ده، بس اوعدك ان انا ما عدتش هسهر تاني، يعني كفايه ان انا عجزت قبل اواني. والله يا صديقي انا مش عارف اقول لك ايه، ربنا معاك، بس دايما اذكر الله، احبك في الله. يلا بينا بقى نسمع التجربة اللي بعدها. الموقف ده بقى عند اخويا حصل معايا، انا من اسكندرية، كنت بسمع صوت كبس كده الكهرباء بيقفل ويولع لوحده. الصوت كان جاي من الحمام، بس المشكلة بقى لما ادخل الحمام عشان اشوف في ايه مفيش اي حاجة خالص. محدش بقى، المشكلة كان بيسمع الصوت ده خيري. لما كنت بقى كده على البحر بسمع طنين كده جامد في ودني، تحس كده ان في حد بيشوشك، بس انا مفيش اي حاجة، مفيش حاجات قدامي خالص، بس في وش في ودنك كده، في حد اكنه بيتكلم معاك كده بصوت واطي خالص، اكن في حد بيدندن جنب ودنك. اقوم اشغل قرآن وأعلي الصوت يقل شوية بشوية، ساعات بيختفي. لكن لما حد يكون في الحمام ما كانش يكون في صوت خالص. مشكلة بقى اني قعدت فترة طول ما انا قاعد لوحدي بالليل اسمع صوت حد بيعيط جوه الحمام. والله العظيم كل ما اروح اشوف في ان اللي بيعيط في الحمام ده مفيش حد خالص تماما. اللي حصل معاه ده حصل معانا لحد ما عزلنا من الشقة نفسها. المرعب بقى اللي ما كانش حد يعرفه لما امي بقى قالت لي اللي حصل، ان الشقة دي اصلا احنا كنا شارينها من واحدة، والواحدة دي كانت سحارة وبتعمل سحر اسود بقى وكده وفي الشقة دي، وكانت الحمام ده مقتول فيه ناس. الله يا عمده ده اللي حصل. احنا لحد الحمد لله دلوقتي مفيش حاجة، احنا نقلنا البيت جديد. والله يا اخويا انا عن نفسي مصدقك، احبك في الله.
يلا بينا بقى نوصل لآخر تجربة معانا. صديقتنا بقى بتقول لا احكي ده حقيقي والله يا عم، ده حصل معايا كده، كان موقف مرعب. كنت نايمة كده في يوم كده وصحيت بدري على حلم. آخر حاجة شفتها كلب كده هينط عليا كده بس عاوز يعضني بالعافية. صحيت حسيت كده بجد اللي في حد كان قاعد جنبي حاطط دراع عليا، كان قوي جدا من قوة الدراع، زي ما يكون كده حجارة عليا. أنا ما كنتش قادرة أصلا أتنفس، مش قادر أتحرك ولا قادر أتكلم ولا قادر أعمل أي حاجة خالص. يدوب بنادي على حد كده بالعافية، يعني صوتي أصلا مش طالع نفس. لحد بشويش كده واحدة واحدة قدرت إن أنا أقرأ آية الكرسي في سري، بس شوية شوية حسيت إن الضغط اللي عليا ده بيختفي، وشوية حسيت إن الشخص ده اختفى، بس تحس إن أنت قايمة دايخة كده مش قادرة أصلا. قمت قعدت على السرير، قعدت أقرأ قرآن كتير، قعدت أصوت لحد طبعا لما أمي جت خافت عليا. قعدت أحكي لها كل حاجة. من اليوم ده بقى هي قالت لي خلاص يا حبيبتي انت ما عدتش هتنامي لوحدك تاني. قلت لها في، قالت لا يا حبيبتي مفيش أي حاجة، بس طول ما أنا نايمة بقى مفيش، لازم صورة الضغط تكون شغالة، غير كده يا عمدة أخويا أنا ما منفعش أنام. وطبعا كنت بنام جنب أمي، ربنا يخليها لك يا رب بجد يعني. ربنا يسترها يا جماعة، احنا أكيد طبعا مش عايشين لوحدنا. اذكروا اللي خلقكم، بحبكم في الله. لو وصلت لحد بقى صديقي العزيز ما تنساش بقى اللايك الجميل بتاع سيادتك، لايك حلو كده سيادتك، وليه بقى الشير الجميل بتاع سيادتك. أحبك في الله. استنيني بقى يا صديقي، واستنيني بقى مغامرة تقيلة جدا. هنروح بقى نشوف المقابر ايه اللي بيحصل فيها المرة الجاية.